بإذن الله. اليوم جبت لكم الحلقة 113 من المسلسل الرائع رهينة الحب. وقبل ما نخليكم مع الحلقة ديال اليوم كنتمنى لكم فرجة ممتعة. البداية ديال الحلقة ديال اليوم غادي تكون من المطعم. غنشوفوا ان بانتي قالت ريانش من مور هاد الوجه الزوين شنو مخبي. هو قال ليها حياتي فيها غير الموسيقى والصداقة صافي. بانتي قالت ليه انا قبل ما نتعرف على اهان كانوا عندي بزاف ديال المشاكل بسبب واحد الراجل خايب بزاف، ولكن فاش دخل اهان لحياتي قدر ينقذني وخرجني من هذاك العالم اللي كنت عايشه فيه وداني العالم اللي كنت كنحلم بيه. وانت واش ما كانش عندك حتى شي وحده في حياتك او بغيتي شي وحده من قبل؟ هو قال لها كانوا في حياتي بزاف، ولكن وحده مازال ما لقيتش بحالها، بنت تكون مثاليه ونقدر ندير على ودها اي حاجه كيما كانت صحيحه او غلطه، شي بنت تكون بحالك. وغادي نشوفوا ان بانتي تصدمات. من بعد نشوفوا ان اهان واوداي مازال كيحاولوا يلقاو شي معلومات على ريانش في الانترنت، ولكن في الاخير ما غادي يلقاو والو. ريانش قال بانتي اللي بينك وبين اهان ما كنظنش يكون حب ولا عشق، يعني كما كتسميوه نتوما. بانتي قالت ليه قول لي اش كيتسمى اللي بيني وبين اهان. هو قال ليها كنظن بسبب المشروب ضغط بزاف، واخا ما كملتوش وغادي يبغي يمشي للحمام، ولكن قبل غادي نشوفوه غادي يسد البيبان ديال المطعم بالساروت حاد غادي يمشي. وداي قال اهان انه لقى كيفاش غادي يدير يقرا الرساله ديال بانتي اللي رسلات ليها شيطان. اهان قال ليه انا ما كنفهمش في هادشي. وداي غادي يطلب منه باش يشوف وهو غادي يقول ليه كيفاش غادي يقدروا يقراوها. من بعد غنشوفوا ان ريانش كان في الحمام ودايخ بزاف بسبب الدواء اللي دات ليه بانتي في المشروب، وقال واش تبدلات النظره ديال بابو للحب وما بقاتش كتديها في اهان. وغادي نرجعوا لاوداي غنشوفوا مازال كيقلب باش يشرح هذوك الحروف مع اهان. وريانش فاش غادي يخرج من الحمام ما غاديش يشوف واحد الحديده وغادي تقطع عليه شويه من الماسك ديالو. من بعد غادي يمشي يجلس حدا بانتي، وغادي بانتي طلبات منه باش يكمل الهضره على كانوا كيهضروا من قبل. وداي غادي يلقى شنو مكتوب في هذيك الرساله وغادي نشوفوه مصدوم، وفاش غيعطيها لاهان غادي يتصدم اكثر. ريانش غادي يكون دايخ بزاف وقال لبانتي اول مره كتوقع لي هادشي بسبب المشروب. قال لها انا مازال ما كملتش هذا المشروب ودخت، وقال لها باينه نتيا اللي تاثرتي فيا بزاف. ومن بعد غادي يديه النعاس وصافي مشى. بانتي غادي تحاول تفيقو ولكن ما غاديش يسمع ليها، غادي يكون صافي نعس. بانتي بغات تخرج ولكن الضو غادي يتقطع في المطعم، وغادي نمشيو عند اهان غادي نشوفوه سول اوداي واش هو متاكد من الرساله. اوداي قال ليه راني متاكد 100%. بانتي غادي تكون خايفه بزاف وسط هذاك الظلام، والصديق ديال اهان غادي يتصل بها وغادي يعطي الهاتف لاهان. هو غادي يطلب منها باش تخرج من تماك بسرعه. بانتي قالت ليه اسمح ليا راه الخطه ديالنا ما نجحات وريانش نعس. اهان قال ليها راه قرينا الرساله وعرفنا شنو فيها، خرجي دابا من تماك. هي سولاتو شنو مكتوب فيها، ويقول لها ان هذيك الرساله مكتوب فيها ان ريانش هو جايع. بانتي غادي تصدم وما عرفاتش اش غادي دير، وبقات غير كتشوف في ريانش. من بعد اهان طلب منها باش يتلاقاو في القصر وهي قالت ليه صافي. بانتي من بعد ما كملات الهضره مع اهان قربات لعند ريانش وبدات كتذكر فاش النهار يعني ديال التصوير فاش تقاس في العنق ديالو ما خلاهاش تقيسو، وتذكرات هذيك القطعه اللي لقات ديال الماسك وما عرفاتش بطبيعه الحال كيفاش وقع هادشي كله. ريانش غادي يكون ناعس بالجلاس، وبانتي حيدات ليه الماسك وتصدمات فاش شافت بعينها ان اللي تحت الماسك كاين الوجه الحقيقي ديال جيان، وخافت بزاف وما عرفاتش اش غادي دير. وغادي نشوفوا انها حيدت ليه حتى الشعر المستعار وحطات كلشي فوق الطابله وبقات كتشوف فيه وما فهمتش كيفاش مازال عايش. وغادي تذكر المره الاولى اللي جا فيها
ريانش وقال لهم انه كيعرفون كلهم وهما ما كيعرفوش. وغادي تذكر فاش كانت في لندن والمشاكل اللي وقعوا لهم تماك، فاش تحرقت ليها الكسوه ديال العرس وفاش اهان ضربوا الضو وما فهمتش كيفاش وقع هادشي كله. من بعد نشوفوا ان اهان واوداي حاولوا يتصلوا ببانتي ولكن التليفون ديالها كان مطفي. اهان غادي يخاف عليها بزاف وغادي يمشي للقصر. من بعد نشوفوا ان بانتي ما غاديش تقدر تصدق اللي وقع وما قدرتش توعى باللي شافت، وفاش تاكدت انه فعلا جيان غادي تحاول تهرب من تما. اهان غادي يوصل للقصر مع اوداي وسول في بانتي واش مازال ما وصلاتش. بارنا قالت ليه راها مازال ما وصلاتش وسولات واش متاكد من الهضره اللي قال ليها في التليفون، وقال لها راني متاكد والرساله اللي رسلات الشيطان كتقول ان ريانش هو جيان. بارنا قالت ليه منين جا وانا ما عمر ما كنت مرتاحه ليه واكيد غادي يكون دار شي حاجه للشيطان، حيت منين سافرات هذاك النهار هو راه تبعها غادي في نفس الاتجاه واخا الشركه ديالو كانت في الاتجاه المعاكس. وقال لنا انه غادي يمشي للاستوديو. اهان خلاها تشوف هذيك الرساله بعينها وسول بارنا علاش الشيطان ما قالت حتى شي حاجه. بارنا قالت ليه اكيد كانت غادي تقول لنا النهار اللي سافرت فيه ما كانش مرتاحه بصفه نهائيه، وهذاك النهار قلتها المناف ان ريانش مشى نفس الاتجاه ديالها وتبعها بسرعه، ولكن هو قال لي هادشي عادي. بارنا غادي تكون خايفه بزاف من جيان يكون دار شي حاجه للشيطان حيت ما اتصلاتش وما رسلاتش حتى شي رساله. اهان غادي يلوم راسو حيت ما ردش البال حيت كان قريب منه الوقت كله وبغى يمشي للمطعم لانه خايف بزاف على بانتي، ولكن اوداي ما غاديش يخليه. قال ليه بانتي راها بنت ذكيه بزاف. حتى بارنا غتكون متفقه مع اوداي وكتمنى تكون الشتاء بخير. من بعد نشوفوا ان ريتشا مشات لعند بورفا وشكرتها حيت استقبلتها. بورفا قالت ليها واش باغيه تشربي شي حاجه، ولكن ريتشا قالت ليها ما بغيت والو. ريتشا قالت ليها انا عرفت اللي وقع بينك وبين مونتي وطلبت منها تسمح ليها. بورفا قالت ليها علاش غادي نسمح لك، وقالت ليها الحمد لله انا العائله ديالك بجنبك. بورفا قالت ليها الوحيده اللي جنبي هي بانتي والام ديالي من هذاك النهار ديال الحفله ما عرفناهاش فين مشات. ريتا غادي تصدم وغادي تذكر الهضره اللي قال فكرة من واحد الشخص في التليفون فاش قال ليه ما تطلقش هذيك المراه حتى نقولها لك. وقالت لبورفا خاصني نمشي دابا ومن بعد نهضروا. بورفا سولاتها علاش هي مشات بزروبه، ولكن ريتا قالت لها خاصني نمشي ضروري وخرجت. في المطعم غادي نشوفوا ان بانتي فاش كانت خارجه ما غاديش تشوف واحد الصينيه وغادي تطيح في الارض وغادير بزاف ديال الصداع. جيان غادي يفيق وغادي يعاود ينعس في نفس الوقت وكان كيقول بابو. بانتي غتبقى غير مصدومه ومن بعد غادي ترجع باش تهز الصاك ديالها والاله ديال التسجيل ومشات باش تخرج، ولكن غادي تلقى ان البيبان جوج مسدودين. من بعد نشوفوا ان ريتا غادي تواجه مع فيكرام وسولاتو فين كاينه انيتا. وقال لي اش كتقولي؟ هي تقول ليه انا عارفك انك انت اللي خطفتي انيتا. هو غادي يتعصب عليها وقال ليها وليتي كتفهمي بزاف. قال ليها مشيتي تقوليها الكايرة على اللي وقع بين مونتي وبورفا ودابا كتهدديني. وقالت لي الا بورفا ما عندهاش العائله بلا ما تسنى انا عندي بابا وبابا رئيس قسم الشرطه وغادي نتصل به دابا. غتهز التليفون ديالها وغادي تتصل به وسولاتو على جريمه ديال الخطف شحال العقوبه ديالها. هو غادي يكون خايف عليها يكون واقع عليها شي مشكل. هي قالت ليه ماشي انا اللي مخطوفه وغادي تشكرو قطعات. من بعد قالت لفيكرام 10 سنوات عقوبه ديال الاختطاف. ومن بعد هو غادي يهز التليفون ديالو وغادي يتصل بالرجال ديالو باش يخليو انيتا تخرج ترجع بحالها. من بعد نشوفوا ان بانتي حاولت تتصل باهان ولكن التليفون ديالها غادي يكون مطفي وغادي تجبد واحد المقبض من الشعر ديالها وغادي تحاول باش تحل به الباب ولكن ما غاديش تقدر. ومن بعد نشوفوها مشات للمطبخ باش تقلب على شي حاجه باش تحل بها. كايرا غادي تمشي لعند مونتي
ومن بعد فاش دخلات عنده غادي يكون متفاجئ، وسولات واش مازال كيبغي بورفا. هو قال ليها لا، وسولها علاش كتسول. هي تقول ليه هي راها دايما كتصل بيا وكتلاقى بيا، وقالت لي ان العلاقه اللي بيناتنا هي بسبب سوء التفاهم اللي بيناتكم. مونتي قال لها انا غادي نتصل بها ونقول لها ان هي الماضي وانت الحاضر والمستقبل. وفعلا غادي يتصل بورفا وقال لها هذه اخر مره كنقول لك بعدي من الخطيبه ديالي وبعدي مني، وقال لها غادي نقولها لك لاخر مره وغادي نبلوكي حتى الرقم ديالك. بورفا غادي ترجاه باش يسمح ليها، ولكن هو غادي يقطع وغادي يبلوكيها. من بعد نشوفوا ان بانتي لقات واحد الحديده في المطبخ وحاولت تحل الباب، وغادي نرجعوا لبورفا نشوفوها اتصلت مونتي ولكن هو بلوكاها، يعني صافي ما قدرتش تهضر معاه، وغادي تقرر تتصل بريانش باش يعاونها. في هذاك الوقت في المطعم غنشوفوا ان بانتي غادي تسمع التليفون كيصوني وغادي تمشي باش تاخدو باش تقدر تصل باهان. وقبل ما يجاوب ريانش غادي نشوفوا ان بورفا رمى التليفون ديالها على الارض. بانتي بغات تاخد التليفون ولكن غادي يبان ليها صافي فاق ريانش او جيان. فاش فاق غادي يقيس في وجهو ما غاديش يلقى الماسك وغادي يتصدم، وغادي يبدا يقلب على بانتي غير بعينيه وهي تبان ليه في واحد الطابله ناعسه. غادي يلبس الماسك ديالو بسرعه ويحط النظاره ديالو وغادي يمشي لعندها. من بعد نشوفوا ان بورفا مشات لعند مونتي الدار ديالو وقالت ليه كيفاش قدرتي تعاملني بهذه الطريقه، واش ما بقيتش فيك، وانا فايت وهضرت مع كايرا وطلبت منها تبعد علينا ولكن هي ما كتسمعش. كايرا قالت ليها اش كديري هنا. بورفا قالت ليها واش انتي ماشي بنت بحالي، طلبت منك تبعدي على مونتي وتخلينا على راحتنا. مونتي غادي نشوفوه هو غادي يدافع على كايرا، وبورفا قالت ليه انا اللي كنت البارح الزوجه ديال المستقبل ديالك، واليوم هي اللي غادي تولي مراتك ديال المستقبل. وشدات ليه يديه وقالت ليه انا قابله باش تكون هي مراتك ديال المستقبل، ولكن خليني في حياتك. من بعد نشوفوا ان اهان كان متوتر وقال لهم ان بانتي تعطلت بزاف وانا غادي نمشي نشوفها ونجيبها حيت خايف عليها من ريانش او جيان. ريانش غادي يكون في المطعم ما فهمش اش كدير بانتي تماك وما فهمش كيفاش داروا حتى نعسو بجوج. غادي يفيق بانتي اللي غادي تمثل عليه انها كانت ناعسه وقالت ليه شنو واقع هنا، واش بسبب المشروب نعست، وسولاتو شنو واقع. هو قال لها يمكن بسبب المشروب، وسولها واش شافت شي حاجه. هي تقول ليه لا ما شفت والو، انا اللي عرفت هو انني نعست. ومن بعد غادي تشكروه حيت جا وتلاقى معها وبالفضل ديالو دوزات ليله زوينه. قالت ليه كنت غادي نبقى غير بوحدي في الدار وغادي نبقى مقلقه، وقالت ليه دابا وصل الوقت باش نمشي. وقال لها صافي غادي نوصلك، وهي ما غاديش تخليه يوصلها، ولكن غادي تفاجئ فاش ريانش غادي يخرج الساروت ديال الباب من الجيب ديالو. وغادي يكون اخر مشهد في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى نلخص لنا الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم كما كنقول لكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش تقدروا توصلوا كل جديد. مع السلامه، احبكم في الله.